السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقولك دلوقتي تحط كيس كده عندك في السطح. الكيسة دي اعتبريها طبق بيض يوميا. يعني انت عاوزة تاخدي من فراخك طبق بيض يوميا بأعداد مناسبة لعدد الفراخ اللي موجودة عندك. بيضة جودتها عالية، بيضة حجمها كبير، مليانة بعناصر وفيتامينات قوية. يعني ممكن تكون اللي بيبيض عندك الفراخ بس ممكن تكون بيضة فقيرة، يعني ما فيهاش نسبة غذاء كويس، ما فيهاش عناصر غذائية كويسة. فهنقولك دلوقتي ازاي لو انت عندك الفراخ قليلة في البيض او ساعات بتقطع منك. الكيس ده خليه موجود عندك على السطح وخدي منه معلقة يوميا، حطيها على اكل الفراخ عندك. ما شاء الله بإذن الرحمن هتلاقي انتاج بيض حلو، ومفيش ان شاء الله انقطاع للبيض. لو عندك الفراخ قطع بيض حطي لهم برضو من المعلقة دي يوميا، وهتلاقي ان شاء الله بإذن الرحمن ابتدت الفراخ ترجع تبيض تاني. بالإضافة طبعا لشوية حاجات انتي تتأكدي منها. هل الفراخ قطع بيض عندك؟ ما قطع البيض ده ليه أسباب كتير. يعني الفراخ قطع بيض عشان مثلا تعبانة فيها فيروسات، لا يبقى دي محتاجة علاج. الفراخ قطع بيض مثلا عندك عشان فيها ديدان، ده لازم تحطي لها لا اما بندكس جرعة ديدان، هتلاقوها في الصيدلية البشرية بتتباع، هتجيبه وتحط 3 ايام ورا بعض. لو انت اول مرة تحطي بندكس، وبعد كده تعملي جرعة وقائية كل 15 يوم، كل 3 اسابيع تحطي سدادة واحدة يوم واحد بس. دي باذن الرحمن مش هتلاقي عندك ديدان في الفراخ. لان خلي بالكم لو الفراخ فيها ديدان مهما تاكليها مش هتلاقي انتاج بيض، هتلاقي انتاج البيض قليل، او كمان ممكن يجي في وقت ما فيش خالص. لان انتي كل غذاء بتقدميه للفراخ كله رايح للديدان، هو بيتغذى الديدان على الغذاء اللي رايح للفرخ ده. لا الفرخ بيستفيد منه بحاجة بتسرف الدم، وبالتالي هتروح للمكان اللي فيه انتاج البيض فتنتج بيض. وكمان بتلاقوا صحة الفرخ في النازل، وكمان بتلاقوه بيضعف معاكي او وزنه بيخف خالص. ممكن لو انت مش هتجيبي الدواء البشري، هتجيبي الشيح، بس الشيح تكتري منه، تحط كتير يعني. تحط كده كل يوم تحطي مثلا معلقة، لان طبعا الاعشاب بتاخد وقت اطول. وحاولي ان انت تدخلي الشيح بقى كل فتره، يعني انت تحطيه في الاول على طول، وبعد كده كل يومين 3 حطي معلقه شيح. حطي مع العليقه اللي انت بتحطيها معلقه شيح، ده بيقضي على الديدان. يبقى انت ممكن تشوفي هل قطاع البيض او قله البيض من الفراخ عيانه او فيها ديدان، او كمان لو حد بيدخل عليهم بيزعجهم كتير، لو في حشرات في فيران، لو في فاش في الفراخ طبعا برضو بتمتص الدم والفايده بتاعه الطيور بتاعه الاكل اللي بياكلها الطير، فبالتالي مش هينتج معاكي بيض. يبقى تنضفي السطح وترشي بودرة هيصول على أجنحة الفراخ كده من تحت، بس بعيد عن وشهم، بحيث تقضي على موضوع الفاش. طيب اتأكدت الحمد لله ان مفيش حاجة من الحاجات دي، وبتحطي الجير او الصدف، وبتحطي عليقة كويسة مناسبة، مش ما بتحطيش عليقة يعني مش مليانة بعناصر حلوة واقتصادية. برضو احنا عاملين كتير خلطات اقتصادية لأكل الفراخ البياضة، هتلاقوها على القناة، افتحوا وتمشوا في القناة هتلاقوا كتير حاجات اقتصادية مش غالية، بس فيها عناصر غذائية تخلي الفرخ ينتج معاكي بيض. طيب كل ده موجود، وبتحطي ميه كفايه والفراخ عندك يعني في مكان كويس ومريح. يبقى خلاص تفكري بقى ازاي تزودي عنقود البيض او تحفزي عنقود البيض. يبقى العنقود البيض ضعيف ومحتاج تحفيز. التحفيز بايه؟ بشويه حاجات. انت ممكن تجيبي هيرسيلينيوم، تمام حلو، وتحطيه برضه هينفع وهيزود معاك انتاج البيض. طيب نفترض انا عاوزه حاجه بقى من حطات هيسيلينيوم وبرده لسه، خلي خلطة الأعشاب دي دايما عندك. يعني حتى لو الفراخ بتبيض عندك، دي هتخلي وقائية انها تمنع ان شاء الله انقطاع البيض عندك. لو ما بتبيضش حط الخلطة دي وشوفي نتيجة بعد 3-4 ايام، شوفي النتيجة عندك هتبقى ازاي. هيبتدي الفرخ يكون ويشكل عنقود البيض مرة تانية ويحفز انتاج البيض، وهتلاقي ما شاء الله الفرخ عندك ابتدت تقر بيض. المجموعة الأعشاب دي من الحاجات المفيدة واللي بتعلي خصوبة الفرخ، وبتزود عنقود البيض، وبتحفز إنتاج عنقود البيض. وفيها طبعا عناصر ومعادن وكالسيوم والحاجات دي.
فدي من الحاجات بديل الحاجات البيطرية اللي هي بتساعد على انتاج البيض. هي خلطة الاعشاب دي عبارة عن ايه؟ هتحطي معلقة على الاكل يوميا، عبارة عن معلقة كركم. لازم تحطي معلقة كركم لان انتي دي صيدلية، وفي نفس الوقت كأنك بتحطي يعني دواء وقائي ورفع مناعة قوي للفراخ. بتحطي معلقة فلفل اسود مطحون. الفلفل الاسود من الحاجات الرائعة في تشكيل عنقود البيض وتحفيز انتاج البيض عند الفراخ بطريقة حلوة جدا. يعني انت لو استمريت على الفلفل الاسود ده يوميا تحطيه مع الاكل، هتلاقي انتاج البيض ما شاء الله عليه. تالت معلقة حبة البركة. حبة البركة دي لو انت الفراخ عندك قطعة 3-4 ايام كده ولا اسبوع ولا اكتر، حط حبة بركة لمدة 3-4 ايام، ما شاء الله هتلاقي الفراخ ابتدت ترجع تبيض تاني. حبة البركة من الحاجات القوية، يمكن اقوى ما في الخلطة هي حبة البركة. حبة البركة سبحان الله زي هي مفيدة للإنسان بطريقة يعني جامدة سبحان الله، يعني وزي ما قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام فهي مفيدة أيضا للطيور والحيوانات. حبة البركة فيها نسبة بروتين عالية، فبتعلي البروتين اللي في الأكل، فبالتالي هينتج معاك لأن كمية البروتين كفاية جوه معدة الطائر. من الحاجات كمان اللي هي بتحفز تشكيل عنقود البيض. يعني لو عنقود البيض ضعيف في الفراخ، ده بتحفزه خالص في انه يزيد وانه يتشكل بسرعة. كمان لو في اي فيروسات في معدة الطائر، هي حاجة من الحاجات اللي ممكن تتعبه، فعلا صيدلية متكاملة حبة البركة. تمام. وفيها زيوت وفيها معادن، يعني حبة البركة لو حطيتيها بس لوحدها دونا عن الخلطة دي كلها انتي كسبانة. جربي كده الفراخ تكون البيض قليل خالص ومش شايفه انتاج بيض، حطي 3-4 ايام معلقه على الاكل. وحلو قوي بقى لو غليتيها في ميه بس غطيتي الاناء، لازم تغطي الاناء عشان الزيوت الطياره ما تطيرش لان هي دي المفيده. انت لو غليتي حبه البركه وسايباها كده البخار بيطلع، انت ما استفدتيش حاجه. وصفيها وحطيها في سقوه الفراخ عندك وشوفي النتيجه. والحبه بقى اللي اتغلى ده حطيه مع الاكل، شوفي النتيجه بعد شويه. هتلاقي بعد 3-4 ايام هتلاقي الفراخ عندك ما شاء الله ابتدى يرجع انتاج البيض قوي جدا غير الاول. فانصحكم جدا ان انتوا تلتزموا بمعلقه حبه البركه دي، حطيها يومين او كل 2-3 على الاكل، هتفرق معاكم في انتاج البيض وفي استمراريه انتاج البيض وفي الجوده بتاعه البيض ده. يبقى احنا قلنا دلوقتي الفلفل الاسود وقلنا كركم وقلنا حبه البركه، رابع معلقه الشطه. وما أدراكم ما الشطة بالنسبة لتشكيل وتحفيز عنقود البيض، ده غير انها بتساعد برضو في قتل الديدان لو في معدة الطائر ديدان، يعني وبتديله طاقة، بتدي طاقة للفرخ عندك. فما شاء الله الشطة دي من الحاجات برضو القوية اللي تلتزم بيها وتحطيها دايما على الأكل. 5 معلقة بقى الحلبة الحصى. الحلبة الحصى طبعا انتوا عارفين انها مفيدة جدا، وفي زيادة الإخصاب وزيادة وتشكيل عنقود البيض، حتى هي مفيدة للسيدات، فما بالك هي مفيدة طبعا أكيد للفراخ. ده غير إن فيها نسبة كالسيوم، وفيها كمان برضو ممكن تغلوها وممكن تحطوها على الأكل. أنا عشان وما ننساش معلقة الملح، لازم نحط معلقة ملح في أكل الفراخ دائما. حطوا معلقة ملح إن هو بيعادل نقص الأملاح المعدنية في جسم الطائر. لو انت مش هتشتري أملاح معدنية من الصيدلية، ما تنسوش الملح لازم، ولازم تحطيه دايما على الأكل. برضو بيساعد. كمان من الحاجات برضو الحلو اللي انت لازم تحطيها معلقة الشيح زي ما قلنا، وكمان معلقة الصدف. ما عندكيش صدف حطي معلقة جير مطفي. الجير المطفي دي من الحاجات برضو اللي انتي بتكون قشرة البيض، يعني لو ما فيش كالسيوم مش هتتكون قشرة البيض، فبالتالي لا هتبيض بيضة برشد لا اما الانتاج عندك هيقل. فنلتزم بالكيسة، حطيها دي على السطح عندك وشوفي انتاج البيض عندك. بدل ما نقول نغلي كل معلقة وتحط المشروب بتاعها، لو مشغولين كده ربنا يملى بيتكم دايما خير ويجعلكم بصحة ودايما تبقوا منشغلين بما يفيدكم بإذن الرحمن. اعملوا زي ما انا بعمل، بملى كيسة كده بحط كمية فيها من كل حاجة، من حبة البركة ومن الشطة ومن الكزبرة ومن الملح ومن الكركم ومن الشيح ومن معلقة الجير او الصدف المطحون، واخلطهم واخلي الكيس ده فوق في السطح. مجرد ما بحط الاكل حطي معلقة وقلبي الاكل، ولا تعب ولا دواء من الصيدلية، ولا هتكلفي نفسك فلوس. حاجات في البيت كلها موجودة، كلها عندك في المطبخ، جمعيها وحطي للفراخ عندك.
يوميا حط لهم المعلقه. ما شاء الله ان شاء الله مش هتشتكي من قله البيض، مش هتشتكي ان الفراخ قطع فتره طويله. هتلاقي ما شاء الله عندك الانتاج حلو وفي ازدياد، وربنا يملى بيوتنا وبيوتكم كلها خير. وما تنسوش اللايك، وتستفيدوا ان شاء الله وتبعتوا له تعليقاتكم.